سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم فلوق جديد ان شاء الله. غدا عند المهمه. تقول لي فين غدا في هاد الخلا؟ غدا انايا وولادي غنمشي عند المهمه. المهمه هي نوريكم دارها ساكنه لهيها، اش تبان لكم ولا لا؟ تدور كاميرا باش نوريها لكم. غنمشي على رجليا، ضارب لي البرد، واه ولادي برادي بجوج بيهم حتى هما ضاربهم البرد، ولكن اليوم كاينه واحد الشميشه زوينه. خرجت هاد الشميشه بحال الشميشه ديال مارس، ديال وقت الربيع، بحال هكا كاينه. قلت شنو غندير؟ ندير في كروسه وغادي نتمشى شويه عند الميمه، جلسوا معاه واحد شويه حتى العشيه يكون لي سمير ويدوز لنا باش يدينا للدار. المهم ندور لكم وريكم الميمه فين ساكنه ومنين جيت انايا. ايوا البنات، دابا انا جيت مع هاد الطريقه هذه. كنسكن ورا هذيك فاميلا، هذيك الصفر، وماما هي ساكنه فيه. هذيك الدار هي هذيك الدار الصفراء، راه هي كتبان. نوري هاي ديك اللي تما الوسط. ما كتسكن تما في هذيك الدار، واش تبان لكم؟ هاي هذه كتسكن تما. انا نقدر نجي حتى مع هذيك الطريقه ملي، ولكن هذيك الطريقه كبيره ماشي بحال هذه صغيره، ما كيكونش فيها طوموبيلات بزاف. هذه كيكون فيها حديد بزاف، هذاك الشيء علاش كنجي مع هذه خاويه وغير وسط بحال هكا، وسط الاراضي. هاد الاراضي كيديروا فيهم فلاحه وهادشي، يعني ما كيكونش فيها بزاف طوموبيلات، كيدوزو منا غير السكان. جبت معايا ايوب في الكريسه، واخا مريض مسكين بات البارح فيه السخانه، دابا خرجت اليوم يشم هوا نقيه حيت هذا الفيروس يعني كاين هذا الريح كما كيقولوا، كاين شاد في كلشي كبير وصغير. المهم بنات يلاه نديكم معايا عند المهم. اليوم نشوف شنو كديروا لها مفاجاه، ولا حنا جينا هجمنا عليك عاوتاني. هنا كاين هذا الفلاح هذا، هنا ماشي فلاح، هو عنده هذا الشيء ديال، عنده الدجاج، عنده اش كيبان لكم. نوريكم كاين واحد الفروج. ديما المهم كتقول لي هذا الفروج تجي عليه شي رفيسه بلديه. يقول لها نهار سرقوا وديو ديروا عليه رفيسه. حتى عنده حتى لي كابالي، عنده حتى الخيل حتى هما، عنده هذا وعنده هذا الصغيور كيبان لكم مزيان. كاين هذا الصغيور وحده ما تبان لكم مزيان. عنده حتى الطاوس، كاين عنده حتى الطاوس هو عنده. تنشوفوه من هنا نيال كتقولي بهاد الجهه كيبان. راه هو كيبان هذاك الكبال الصغيور، راه هو مورا هذاك الاخر، داك الصغيور، داك العود الصغيور، معرفتش شنو سميتو بالعربيه. هاكا البلاصه هادي زوينه هنايا، كيبان هذاك الفيلاج اللي ساكنين فيه كامل. صوريتو كنجي انا والميمه فاش كانت نورا، كنجيو مع هاد الطريق فاش الميمه قلت لكم ساكنه ليها، كنجيو مع هادي وكنمشيو مع هاد الطريق كامله، كنمشيو معها حتى ليها، وكندور وكنضربوا واحد الدوره هكا، وكنعاودو نرجعو من هذيك البلاصه كنرجعو من ليها، وكنعاودو نخرجو من وسط الديور هادو، وكنجيو مع الطريق اللي تطلع هذا. وشوفوا كاين واحد الجو زوين، حلو هكا، انا مرتاح، تحس براحه مع مريضه. كنت كنخرج غير بالطوموبيل، هذا الجو زوين. هنايا عنده حتى النحل، اللي كتقول هنا عنده حتى النحل. سي هنا دار حتى النحل، عنده كيبادات، وعنده واحد الكلب اللي كتخاف منه، راه كتقول لكم ديما فاش كتقرب هنا. فاش كانت صغيره كتقرب هنا تقول لنا هزوني، ما خاصهاش تحط في الارض، خاصنا نهزوها فاش هكا ما تخافش من الكلب. هيا نيها ندير لكم السلام. دابا نمشي نكمل الطريق عند الميمه. يا مشات جري. احنا وصلنا عند الغدا دابا. كنستناو عندنا الدار بحال هكا، الدار بوحدهم فيها جردة كبيرة. حنا نيال داير لها جدها واحد الزعلولة، كانت زوينة بالأول، ولكن من بعد بقات كدفى، قطعت لها هذاك الحبل ديالها، وعاود صايب لها هاد الحبل، صايبهم لها غير هو. يلا خلاص حنا فين دايره نهار كاع اللعاب ديالها، حنا عندها البيكالا وداكشي، كاع اللعاب ديال الكبار دايراهم نهار هنا على حسب تحت كاينه واحد عندهم الجردة هنايا. هذاك هو اللي كانت كدير فيه ماما، داك المزاج، داك التيو ديال اللي كنستعملوه في الصيف نسقيو به. هنايا الغير الساعه راه كله كرم. اي فوالا باش ندخلو للدار عند الميمه. بنات انا وصلت عند الميمه، لقيتها كتوجد فرفيسه لواحد السيده نافسه. هنايا المهم كتوجد في المسمن هو الاول،
درت مسمن. المهم هي مبغاش تهضر لكم غادي نقول لكم انا قلت درت حسابيت 2 كيلو تاع الفرينه، ودرت مع زلافه كبيره تاع الفينو، وهنايا درتهم يعني عجيناتهم عجينه عاديه. ودابا هنا درتهم كويرات صغار كما كتشوفوا بحال هكا صغيورين باش من بعد تخبزهم. راه كتسمعوا صداع، راه كاينه نورا كاينه في فيديو كما تاع الميمو دابا واش تصلي وقلت تعالوا نورا بقى ولد حبيبي عندنا فيديو كما ودي على هي جاتني حتى هي كدير في المسمن ديما راه تغسل صافي العجينه هي. المهم انا نوريكم الرفيسه اللي كدير الميمه. كتجي واحد الرفيسه واعره يعني كتجي زوينه. المهم انا غنتبع معها حاجه بحاجه. دابا غادي ندير المسمن ومن بعد نوريكم تترقد الدجاج كيفاش كترقد الدجاج كيفاش كطيبها. المهم انا غنمشي معكم وحده حتى نكملوا حتى الاخر، تديكم معايا عند النافسه تموت تشوفوا الرفيسه كامله موجوده تما عند النافسه ان شاء الله. وهنايا الميمه كتسرحهم بحال هكا، كديروا كويرات صغار وكتسرحهم رقاقين بزاف يعني كيطرقهم بزاف كيوليو بحال الورقه ديال البسطيله. كتسرحهم بحال هكا شفتوا كيفاش تولي رقيقه هاد العجينه كتولي رقيقه وعاد كدوز تحطها فوق المقله. هنايا اي كدير المقله هنا هاد المقله الوجديه كما شفتوا رانا دايره هي ديجا دارت بزاف. كتشد تحط الاولى وكتبقى تحط عليها كما شفتوا بحال هكا، وفيما كتحط وحده جديده كتقلب الاخرى وكيجيو بحال هكا رقاقين كتحرق كيجيو رقاقين. المهم البنات ملي غنهبطوا غادي نوريكم كيفاش كيجيو بحال هكا. كتبقى غادا عليه بحال هكا. فين ما كتكبر هاد فين ما كيولي عالي هاد تولي هاد المسمنه كبيره حيت كتولي وحده فوق وحده كتحيدها وكتبدا عاوتاني وحده اخرى من جديد. البنات هذا هو المسمن. لما نزلاتهم فوق المقله كيجي بحال هكا كتبقى تفرقوا ورقه وكيجي رقيق. حتى شحال كتجي رقيقه بزاف راه كيبان منها سمعات كيبان ولا كتجي رقيقه وكتجي الكيسه ديالها زوينه. دابا كتفرقها بحال هكا ومن بعد ندوزو نقطعو ونوريكم الطريقه اللي كتقطع بها المسمن. كدير واحد الرفيس تاع الميمه. انا بداك نموت عليها هي اللي كتعجبني بلا غير الرفيس الاخرين كاملين ما عرفتش علاش يمكن حتى جميل هذاكشي علاش. المهم كتجي بحال هكا هاد الرفيسه كتجي هاد المسمن كيجي رقيق. دابا راه كتوجد في الاخرى نوريك لكم. ها هي كتوجد هنا. المهم راه دايره الفور هنايا كطيب لي ولكن كطيب لي مسمن يقولك هو اللي كيطيب لها مسمن مزيان. المهم هي بدات دابا كدير في واحده اخرى عاوتاني غادي كدير فيها مسمنات وحده فوق وحده بحال هكا صافي حتى كتعليها وكتعاود تحيدها. المهم نمشيو بحال هكا تنكملوا الرفيسه كامله. وهنايا بعد ما كملات الميمه الخبيز هي شوف كيفاش كدير لي كتفكهم وحده وكتلويهم وحده كتبقى تلوي كل وحده بوحدها بحال هكا. غتلوي داك القياس اللي غادي تقدر ومن بعد غدوز باش تقطعو. ودابا غادي تدوز باش تقطعو بحال هكا. ملي غتولي غتقطعوهم بواحد القطع ديروا رقيق ما ديروش كبارين باش كتجي الرفيسه ديالهم زوينه. هادي بحال هكا الطريقه هادي حسن ما كتبقى تفرتت بيديك كتجي شويه صعيبه. هادي كتجي ساهله غير المقص وكتقطع وصافي بحال هكا كتقطع حتى تكمل كلشي. هذا هو المسمن بعد ما كملنا في التقطاع كما شفتوا. شوفوا كيفاش كيجي البنات كيجي هكا رقيق كيجي بحال هكا. حاولوا ما امكن شحال ما قطعتوه رقيق شحال ما كيجي زوين. هذا يعني احسن من الشيء الاخر ديال التفرتيت العادي اللي كنا كنديرو دائما. هذا كيجي احسن. الاواخر الميمونات كديروا غير بحال هكا كيجي ساهل حتى ما كيشدش بزاف الوقت باش تبقى تفرتت كديروا هكا كيجي ساهل. المهم كيجي بحال هكا كيجي زوين. المهم بنات شوفوا من بعد باش تشوفوا الطريقه اللي كدير الميمه باش ترقد الدجاج الرفيسه. ودابا غادي نبداو باش ترقد الدجاج. هنايا غادي ندير معدنوس قبطه تاع المعدنوس كبيره هكا مطحونه. غنديرو 4 الفصاص تاع الثومه كبار. عصير حامضه نص حامضه عصير حامضه ليمونه هنايا معلقه كبيره ديال السكينجبير. وغادي دير معلقه كبيره ديال الخرقوم.
هنايا ايوب كيزال عليا هزه معليش. هنايا رصع معلقه ديال الابزار والملح غادي دير معلقه كبيره وعلى حسب الذوق عاود. هنا غادي دير تصفيره ولا خرقوم ملون وصافي. ديري جوج غادي دير جوج. وانا غندير هاد المعلقه ديال السمن بلدي، جوج معالق ديال السمن بلدي. وهنا غادي تزيد حسابت 2 كيسان تاع ديال الماء و كيسان ديال اتاي ديال الماء بما عبرات بهذا صافي. وهنايا الا كان الدجاج غليظ كيما هذا، حنا عندنا دجاج كبير هنايا، غادي تفتح ليه صدر كيما فتحت لهذا، كتفتح ليه صدر هكا بالطول صافي. تحلهم بحال هكا بحال السكر باش هكا من بعد تدخل لهم هذيك التغميره اللي دارت. هنايا البنات على حسابيه الملحه. المهم قالت لك بلي راه الملحه اللي درتي دارت غير باش ترقد الدجاج دابا، ولكن غدا غتزيد الملح على حسابيه الروا باش غتسقي هذيك الرفيسه. ضروري خاصو يكون الروا بالزيت وباش هكا تجي الملحه الكافيه. المهم راه قبل ما تبداو تسقيو راه غتذوقوا بطبيعه الحال، لكن خاص الملح راه غادي تزيدوا. دابا غادي ندوزو باش غادي نرقدوا الدجاج. هيا غندوزو باش نرقد الدجاج، غنعمرو من الداخل بحال هكا. المهم نخليكم تشوفوا شنو كدير. وهنايا غادي تعمر هذوك الفتحات، غادي تعمرهم بهذيك الخيطه اللي دارت بهذيك التغميره. صافي. المهم غادي تكمل بحال هكا حتى تكمل الدجاجات كاملين. وهنايا المهم غادي تربط الدجاج رجيلات غتكتفو. المهم غتكتفو بهاد كتستعمل هاد الخيط ديال الكوزينه ديال الطبخ، وباش كتربط ليه رجيل باش هكا ما يبقاو مجموعين وما يتحلوش في الطياب. بالنسبه للعطريه البنات راه قالت لكم بلي هاد العطريه دارت دابا غير باش ترقد الدجاج، ولكن غدا راه غادي تزيد حسابيه معلقه كبيره عاوتاني، معلقه كبيره من كل من السكينجبير وكاع داك المقادير اللي دارت، غتزيد معلقه كبيره منهم باش تكمل الطياب غدا فاش تكون كطيفيهم. غادي تبدا زادت هادشي غير باش دير يعني غير باش ترقد الدجاج. ما عرفتش ملي تلفتو الهضره. المهم درتو غير باش ترقد الدجاج دابا، والشي الاخر غتزيدو غدا. وهنايا البنات غادي تزيد العدس على الحمص اللي درتو في كوكوط حتى طاب نص طيبه، درتو مع الماء والملح بوحدهم حتى طاب نص طيبه. دابا زدت عليه العدس هنايا كما كتشوفوا، زدت عليه العدس الكافي اللي غيكفاكم البنات. وغتزيد عليه الحلبه كما شفتوا. راه ماما ما دارتش العدس مع الدجاج باش هكا، حتى درتي العدس والحمص مع الدجاج هذاك الدجاج كيجي زرق ما كيجي كحل، يعني ما كيجيش اللون ديالو زوين. من الاحسن ديروا العدس والحمص بوحدهم. هنا زدت عليه واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم وسكينجبير ومعلقه تاع ديال البزار. هنا صافي. وغادي تسد عليهم، غتسد عليه حتى يطيب والسمن البنات زاد حتى السمن، وغادي تسد عليه حتى يطيب. بالنسبه للدجاج كما كتشوفوا ماما راه حطاتو ديجا كيتقلى. زدت عليه هنايا عود ديال القرفه وضمات البنه ديال الدجاج. وهنا زدت عليه 5 ديال البصلات كبارات مشلضات كما كتشوفوا. والدجاج البنات الا كان كبير كما هذا اللي عندنا حنايا، من الاحسن تحطوه ديما على الصدر ديالو حتى الصدر هو اللي كيشد الثياب. وعامه الدجاج كامل كيتحط على الصدر ديالو حتى الصدر هو اللي كيهز الثياب بزاف، من الاحسن يتحط عليه.
غادي تزيد زيت نباتيه، يعني يكون ميزانكم البنات في الزيت. وغادي نزيد شويه ديال زيت الزيتون. وهنا غادي تزيد الماء الكافي اللي غادي يكفيها باش يطيب الدجاج وباش تروي الرفيسه من بعد. هنا ضروري ما ديروا الماء بزيت، حيت راكم عارفين مع الرفيسه كتبغي يعني داك المسمن كيبغي الروا باش يجي رطب. هنا زدت معلقه، نص معلقه كبيره ديال الخرقوم ونص معلقه كبيره ديال السكينجبير صافي. وغادي تسد على الدجاج يطيب، ونتلاقاو من بعد فاش نمشيو نحطوا الرفيسه. هنايا البنات كنا وصلنا عند الناس، نسيت ما صورتش، كان ولدي كيبكي. كما شفتوا هنايا الرفيسه، يعني هذاك المسمن راه فوراتو قبل ما تحطوه في هذيك القصريه. المهم فوراتو حطاتو لتحت في هذيك القصريه، وعاد باش رواتو بهذاك بالماء بهذاك الروا ديال الدجاج وسميتو والعدس والحمص اللي خلطاتهم. بعد ما حيدت الدجاج راه حمراتو، وعاد باش كما كاينه رفيسه اخرى ديال الناس اخرين تما جابوها. حنا هكا طبيعتنا فاش كتولد شي مرا كندوي عندها الرفيسه كاملين. المهم بنات كانت هذه هي الرفيسه، كنتمنى تعجبكم وكنتمنى تجربوها. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليوا لي لايك، ونشوفوا ان شاء الله